السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيك في لحظة جديدة من لحظة طمأنينة. خليني أسألك سؤال: لو عملت ذنب ورجعت بعدها لربنا، مين أول واحد بيحاول يقنعك إن خلاص فات الأوان؟ أيوة، الشيطان. هيقولك بعد كل اللي انت عملته لسه فاكر إن ربنا هيغفر لك مثلا؟ لسه فاكر إن ليك مكان عنده؟ هو انت مش شايف إن ذنوبك كتير قوي؟ لكن ربنا هيقولك حاجة تانية خالص. هيقولك: لا تيأس من رحمتي، وإن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله. ربنا اختار لنفسه كمان اسم من أحب الأسماء لقلوب المذنبين، وفتحوا باب لينا: الغفور. الغفور يعني كثير المغفرة، بيغفر مرة ومرتين وألف مرة ومليون مرة، لا يمل من مغفرة عباده إذا رجعوا إليه. قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تأمل: يجد يعني هيلاقي المغفرة مستنية. ومن أجمل معاني اسم الغفور إن أصل كلمة المغفرة في اللغة الستر، يعني ربنا لا يغفر ذنبك فقط بل يستره ولا يفضحك به. كم ذنب لو عرفوا الناس عنك هتتغير نظرتهم ليك، لكن ربنا سبحانه وتعالى سترك ولا يزال يسترك. ربنا كرر هذا الاسم في القرآن مرات كتير جدا، وكأن كل مرة بيقول لعباده ولينا: ارجعوا، الباب لسه مفتوح. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلها مش بعضها، كلها لمن تاب إليه بصدق. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. تخيل، ولا أبالي، يعني ذنوبك مهما عظمت لا تعجزه مغفرة الله سبحانه وتعالى، ولا تيأس من رحمة الله، لأن رحمته أعظم من كل شيء في الدنيا. لكن خد بالك، اسم الغفور مش دعوة إننا نستهين بالذنوب، ولا إننا نقول هعمل اللي أنا عايزه وبعدين استغفر لما أكبر بقى. لأن ربنا قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني في رجوع وفي ندم، في محاولة صادقة، حتى لو وقعت بعدها مرة تانية، حتى لو وقعت بعدها مليون مرة، بس كل مرة بتقع بترجع تتوب وتنوي إنك مش هترجع للذنب. ومن أعظم القصص قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، أكل 99 وكملهم ب100، ذنب تهتز له القلوب، ومع ذلك لما صدق في التوبة خرج عشان ربنا سبحانه وتعالى. بات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وأمر الله سبحانه وتعالى أن تطوى الأرض من أجل قلبه ونيته السليمة، وأن يقرب من أرض الصالحين، فقبض فأخدته ملائكة الرحمة، مش لأنه عاش عمره طويل بعد توبة، لكن لأنه رجع بصدق بقلب صادق. لو كان في ذنب يغلق باب الرحمة لكان هذا الرجل أولى الناس بذلك، لكن اسم ربنا سبحانه وتعالى الغفور. والغامدية اللي زنت ومع ذلك سبحان الله ربنا غفر لها، والبغي اللي عايشة طول عمرها كده وسبحان الله ربنا غفر لها إن هي سقت كلب. فكل دي قصص تعلمنا إن رحمة ربنا كبيرة قوي. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي غفر الله ما له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيكتر من الاستغفار، إحنا هنعمل إيه؟ اسأل نفسك، كم مرة ربنا أنقذك من الفضيحة؟ كم مرة ستر عليك؟ كم مرة أعطاك فرصة جديدة؟ كم مرة قالك بلسان الحال ارجع وأنا هغفر لك؟ كل دي ربنا بيمهلنا عشان نرجع ونتوب نستغفر بصدق. فاستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. غمض عينك للحظة وافتكر ذنب كل ما تفتكره قلبك بيوجعك. يمكن انت سامحت ناس كتير لكن مش قادر تسامح نفسك. اسمع ربنا وهو بيقولك إن ربك واسع المغفرة. ولو كان سبحانه وتعالى لا يزال يسترك ويفتح لك باب التوبة، فمين أقنعك إنه هو رفضك؟ الشيطان؟ بلاش تخلي الشيطان هو اللي يكسب. كلما عرفت ربك أكثر أحببته أكثر، فتوب إليه وارجع إليه بصدق. أمن على الدعاء: اللهم يا غفور يا غفار يا واسع المغفرة، اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، أولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم استر عيوبنا في الدنيا والآخرة، ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا والآخرة ولا يوم لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، وارزقنا مغفرة عند الموت ورحمة بعد الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحة الآن تقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت ذنوبنا قد أثقلت ظهورنا فإن عفوك أعظم من ذنوبنا، وإن رحمتك أوسع، وإن فضلك لا ينفد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبين مغفرتك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا قلبا مكسورا إلا جبرته، ولا عبدا رجع إليك إلا قبلته. اللهم اجعلنا من عبادك الأوابين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول من قلبك: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. اكتبها في التعليقات، يمكن تكون بداية صفحة جديدة بينك وبين ربنا. وابعتها لحد حاسس إن ذنوبه أكبر من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من لحظة طمأنينة. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.